للمره الرابعه على التوالي صن داونز تقع مع النادي الاهلي في نفس المجموعه. دايما بقالنا 4 سنين صن داونز والاهلي ومن اقوى او بيبقى نهائي مبكر دايما، مش نهائي مبكر قبل نهائي او دور الثمانيه او الكلام ده كله، ولكن يعني مرات قليله جدا صن داونز ما تقعش مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. فدايما القرعه دايما حظهم بيجوا معانا، ولكن الاهلي بيعرف يتعامل مع المباريات دي. النهارده كان قرعه دوري ابطال افريقيا، هنتكلم على مجموعه النادي الاهلي وعلى مجموعه نادي الزمالك، وهتكلم عن تصريحات رئيس نادي الزمالك على موضوع التحكيم، وطبعا هنتكلم على تصريح رئيس نادي الزمالك. طبعا تصريحاته كتيره جدا، ولكن هتكلم على تصريح نادي الزمالك لكابتن محمود الخطيب وموضوع كهربا، وطبعا حقيقه موضوع فسخ التعاقد مع زكريا الوردي الجديد كله في الموضوع. ولكن قبل ما ادخل على حلقتنا فضلا وليس امرا، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ومجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الاهلي وصن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، ومجموعه نادي الزمالك الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. طبعا مش المره الاولى اللي الاهلي يقع فيها مع صن داونز او صن داونز يقع فيها مع الاهلي، عشان الاهلي هو التصنيف الاول، ولكن صن داونز المره الرابعه او المره الخامسه على التوالي دايما بيبقى ماتشاتهم نار. يا ترى الاهلي او جماهير الاهلي تزعل ان هي بتقع مع صن داونز؟ ولكن ما تزعلش، لان احنا دايما بنعدي في الدور ده باستثناء هو دور واحد ما عدناش منه، طبعا لاسباب تانية، مستوى الاهلي، مستوى اللعيبه، كانت في اخطاء تحكيميه، الكلام ده كله. ولكن هل جماهير صن داونز تزعل ان هي بتقع مع الاهلي؟ على الورق تزعل، يعني على الورق تزعل، لان يوم ما كسبوا الاهلي انا بقول لكم كل شيء وارد في كرة القدم، ولكن الاهلي مره والثانيه والثالثه مع موسيماني مع فايلر مع طبعا مع ان شاء الله المره الثالثه باذن الله على التوالي ان شاء الله كولر يعدي منهم ان شاء الله. ولكن صن داونز دايما مع الاهلي ماتشاته بتبقى نار، ماتشاته هناك الملعب بتاعه اللي بيفرق بين صن داونز وبين اي فريق تاني او اي نادي بيلاعب صن داونز على ارض صن داونز، الملعب واسع. صن داونز ولاعيبه صن داونز لياقتهم البدنيه عاليه جدا، لو ما لعبتهمش بتفكيرك وانك تخلي الكوره تتحرك اكتر، لكن هتلاعبهم بدني لبدني مش هتقدر. ولكن لو الكوره اللي اتحركت كتير وحصل باص كتير زي ما اداء النادي الاهلي دلوقتي، باص بسرعه والكلام ده كله، هتقدر تستغل ثغرات كتيره عندهم جدا. ولكن صن داونز فريق محترم، صن داونز فريق كويس جدا، صن داونز دايما بيكون في المربع النهائي او بيكون من الفرق المهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، طبعا باستثناء السنه اللي فاتت. ولكن ان شاء الله ربنا كريم والاهلي يعدي منها على خير ان شاء الله. طبعا الهلال السوداني برضو كان واقع مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي تخطاه بسهوله جدا. لعبنا في السودان كسبنا، ولعبنا في مصر كسبنا، ولكن برضو من الفرق المحترمه جدا الهلال السوداني. وطبعا القطن الكاميروني ليه مع الاهلي صولات وجولات، ولعبناه قبل كده في نهائي دوري ابطال افريقيا، والاهلي كسب هناك وكسب هنا. وان شاء الله ربنا يعدي مجموعه من المجموعه ده على خير ويكون فيها الاول باذن الله. بالنسبه لمجموعه الزمالك، الترجي التونسي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد، المريخ السوداني، طبعا مجموعه برضو قويه، مجموعه مش سهله. الترجي فريق قوي، الترجي من الفرق اللي بتبقى الافضل في افريقيا، برضو مش الافضل في افريقيا من ناحيه بطولات او الكلام ده، من افضل ان هو بيبقى في البطوله نفسها بيبقى ليه اسم، بيبقى ليه وضع، بيبقى ليه كيان، بيبقى ليه كلمه في البطوله. لو بدأ كويس بينهي كويس. ولكن طبعا معاه الزمالك، والزمالك برضو انه بقاله 20 سنه ما قدرش ياخد البطوله، او 22 سنه ما خدش البطوله، فيمكن يحاول السنه دي يحاول ان هو ياخدها ان شاء الله. طبعا ضحكه عاديه والله، ما فيش اي حاجه، او ما فيش، او مش ضحكه تريقه. فربنا يكرم النادي الاهلي طبعا في الاول وفي الاخر. طبعا مع الزمالك شباب بلوزداد والمريخ السوداني، يعني الزمالك والاهلي هيروحوا السودان هيلعبوا هناك، ولكن المريخ ممكن ينقل مباراته مع الزمالك في مصر ولا ما ينقلش. دايما حظ الزمالك بيكون كويس
في الماتشات دي. وطبعا شباب بلوزداد الجزائري هيبقى برضه من اقوى المباريات للزمالك وللترجي وللمريخ، لان دايما فرق الجزائر او الفرق العربيه بتكون فرق حتى لو الترتيب بتاعها الثالث او الرابع بيكون برضه ليها كلمه في البطوله. ولكن شباب بلوزداد انا ما اتفرجتش عليها او محدش شاف ماتشاتها، ولكن معنى انها تصعد لدور المجموعات اكيد تبقى فرقه قويه، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله والاهلي يقدر يحقق البطوله السنه دي. برضو ان شاء الله هتكون المره الرابعه على التوالي، ان شاء الله نوصل للنهائي ونبارك المره دي للنادي الاهلي بعيد عن اي فساد تحكيمي او اي الاتحاد الافريقي، ان شاء الله يكون بالعدل كده. وطبعا السنه دي هيكون المباريات دور هيكون ذهاب وعوده، مش دور اول، دور ثاني هيبقى ذهاب وعوده. طبعا السنه اللي فاتت حصلت جدال كتير لما انتوا عرفتوا ان اتحاد الكره المصري اخفى جواب البطوله ان احنا نقدر نطلب المباراه عندنا. طبعا اتحاد الكره المصري بسم الله ما شاء الله عليه اخفى الجواب، بيلعبوا لمصلحه الغير مش لمصلحه النادي اللي هو هيخليهم بيبقى الاتحاد الاقوى او هيبقى اتحاد على الاقل حتى ان هو يقف مع ناديه، ولكن للاسف هو واقف عكس الانديه المصريه او عكس النادي الاهلي بالتحديد. ندخل على تصريح رئيس نادي الزمالك اللي هو بيقول لك انا اتجاملت من التحكيم السنتين اللي فاتوا، ولكن الاهلي برضو اتجامل في 42 دوري. الرد المحترم اللي احنا شفناه من احمد سيد زيزو لما عمرو اديب بيقول له الاهلي اتجامل من التحكيم ولا لا، والسنه اللي جايه لو الدنيا مشت كويسه ومفيش مجاملات الزمالك برضو هياخد الدوري. طبعا كان تصريح من الاستاذ عمرو اديب، تصريح مش عارف هو كان يقصد ايه، ولكن هو بينسى الكلام اللي هو بيقوله، ان هو بيقول ان دايما الاهلي هو البطل، دايما الاهلي هو اللي بيعرف يخلص المباراه في ساعه القاضيه. كان بيتفرج على الماتش على الهوا وقال لك مش عارف ايه، انا عارف ان الاهلي هيجيب جون، انا عارف ان الاهلي هيكسب، انا عارف ان الاهلي ما اعرفش ايه. ولكن تصريح هو قاله يعني انا بعتبره عادي. احمد سيد رد عليه وقال لك ال 42 دوري اللي الاهلي خدهم كان الاهلي الافضل، وال 14 اللي الزمالك خدهم كان الزمالك الافضل. كلام جميل. بالنسبه بقى لتصريح رئيس نادي الزمالك اللي هو بيقول انا اتجاملت بالتحكيم والاهلي اتجامل، والله الاهلي لو اتجامل في التحكيم، الاهلي ياما التحكيم جه عليه برضه. يعني لو الاهلي اتجامل 1% انت اتجاملت 99%، والكل شاف والكل بيشوف، وكله بيشوف ركلات الجزاء اللي هي بتتحسب، بتبقى اللاعب بيطير في منطقه الجزاء في منطقه ال 18 وتحسب ركله جزاء. ولكن الاهلي ليه كتير، ولو الاهلي زي ما بقول لك اتجامل في كوره في الماتش او اتكامل في ماتش بيجي التحكيم دايما بيجي عليه. لكن هتقول لي مجامله، اثبت ان في مجامله واثبت ان في ماتشات الاهلي اتجامل فيها في التحكيم زي ما الزمالك اتجامل فيها. بالنسبه للتصريح الثاني اللي رئيس نادي الزمالك بيتكلم عليه وبيقول ان الكابتن محمود الخطيب لو اتصل عليا رفع سماعه التليفون عليا وطلب مني تقسيط غرامه كهرباء انا مش هوافق. بالنسبه للتصريح ده انا ممكن اقول لك كلمه واحده بس، اقل كلمه او اقل حاجه عندنا فلوس بدر بنون وعلي معلول بتاعه كاس العالم هي اللي تسدد غرامه كهرباء. دي حاجه. تاني حاجه محمود الخطيب لو عمل كده غرامه كهرباء هتتسدد. تالت حاجه بقى والمفاجاه ان محمود عبد المنعم كهرباء هيلعب مع النادي الاهلي في شهر يناير اللي جاي، وعلى مسؤوليه الكلام ده وهفكركم بالكلام ده. لكن بالنسبه للتصريح اللي اتقال تصريح كترند وخلاص زي التصريحات اللي دايما بتتقال، لان الاهلي ومحمود الخطيب مستحيل يفكروا حتى لو الاهلي مديون ومحروم وبائس ومحلي وما معهوش والكلام ده كله، الاهلي او كابتن محمود الخطيب مستحيل يرفع سماعه تليفونه على حد. لان انا قلت لك وهقول لك وبعد لك وجماهير الزمالك عارفه الكلام ده، الكابتن محمود الخطيب لو عمل كده فلوس كهرباء هتدفع او غرامه كهرباء هتدفع. ولكن هل الغرامات اللي عندكم انتم اتدفعت ولا لسه؟ موضوع بقى زكريا الوردي المهم جدا وحقيقه زكريا الوردي يا فندم يا استاذ يا كل اللي مفكرين ان فعلا زكريا الوردي كان عنده حاله اكتئاب من اللي حصل في مباراه السوبر
ويقول لك انا مش قادر استحمل كلام الجماهير. انتوا جبتوه ببلاش مش مشكله، جبتوه ببلاش مش مشكله، جبتوه لاعب فري مش مشكله، ولكن السؤال بقى هنا، السؤال زكريا الوردي اللي هو عنده اكتئاب من كلام الجماهير، هل زكريا الوردي كان بيلعب مع الرجاء ولو الرجاء او جماهير الرجاء اللي هي من اقوى يعني يعتبر الالتراسات اللي موجوده برضو داخل افريقيا، ما كانش قادر يستحمل الضغط النفسي والعصبي اللي كان بيعمله فريق الرجاء على لاعيبته؟ ده سؤال للجماهير الزمالك. زكريا الوردي ما كانش بيقدر يستحمل كلام جماهير الرجاء لو غلط في كوره او غلط في حاجه، ولا زكريا الوردي خلاص لما فريرة قال مش عايزه او اتكشف او اداؤه اتكشف اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه احسن لاعب ناشئ صاعد في المغرب؟ ده السؤال لجماهير الزمالك. زكريا الوردي اللي كان بيلعب قصاد الرجاء او مع الرجاء تحت الضغط النفسي والعصبي والذهني وقول زي ما انت عايز قول، لان فريق الرجاء فريق مش سهل في المغرب، فريق مش سهل، ديربي الوداد والرجاء الاثنين مع بعض. زكريا الوردي كان بيتاثر كده برضو؟ لو كان بيتاثر كده ده يعني يمكن تصريح غريب لما امير مرتضى قال ان زكريا الوردي حصل له اكتئاب من كلام الجماهير عليه ومش قادر يلعب، فدي حاجه يمكن كان تصبيره بسيطه لجماهير الزمالك على الكلام اللي هو بيتقال، او تصبيره بسيطه عشان خاطر فسخ التعاقد. محدش يقول هو ليه فسخ التعاقد والكلام ده، لكن جماهير الزمالك بتقول الكلام ده وعايشه على الكلام ده. اتمنى ان هم يفوقوا ويصحصحوا من التصريحات اللي بتتقال او من فسخ التعاقد، وانتظروا فسخ التعاقد مع باقي اللعيبه الافارقه اللي في الزمالك. وانا بفكركم بالكلام ده وهطلع لكم برضو هقول لكم افتكروا كلامي او افتكرتوا كلامي، لان انا بقول لكم اهو ابراهيم النضاي جاي مصاب، كان فري وجاي مصاب. اللعيبه دي لو لعيبه كانت توب في فرقتها ما كانتش جت فري. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وفضلا وليس امرا لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. سلام عليكم.